يا جماعة بصوا على محرك الطيارة البنفسجي اللي بيطلع دخان هنا على الساحل. يعني كده طيارة هامتريكس وقعت في المية دي بالظبط، فجبت مغناطيس GM بتاعي علشان ارميه في المية وابدأ الصيد بالمغناطيس. يلا نبدأ. ايوه يا جماعة بصوا انا حاسس بحاجة. ايوه في حاجة حسيتها على الحبل بتاعي، ده معناه اني لقطت حاجة بالمغناطيس. يلا نشوف ايه هي. دي حاجة تقيلة جدا يا جماعة. بصوا هي طالعة من المية. يا نهار ابيض، ايه ده؟ حاجة بنفسجي تاني. يا خبر ابيض، طلعناها من المية. ايه يا خبر ابيض، مكتوب عليها هونتريكس. هنا ده جنان، بس ايه ده؟ شكلها جزء من الطيارة، يمكن الجناح او حاجة زي كده، بس مكتوب عليها هونتريكس. يبقى انا كنت صح ان طيارة هونتريكس الحقيقية وقعت فعلا في المية دي. شكله كده الكلام ده صح. المية دي شكلها مرعبة وخطيرة، بس دلوقتي انا بقيت مهتم. لو لقينا هنا فعلا موتور طيارة وجناح يبقى الطيارة اتدمرت بالكامل. يعني فرقتي المفضلة صيادو شياطين الكيبوب، اقصد هانتريكس، ماتوا. او يمكن لا، يمكن لسه اقدر استخدم مغناطيس GN بتاعي عشان احاول انقذهم والاقي ادله اكتر. يبقى نكمل الصيد بالمغناطيس، صح؟ تمام، ده كويس. فاضي فاضي فاضي. بس دلوقتي ايوه الحبل اتشد. ده معناه اننا لقينا حاجه واحنا هنطلع الحاجه من الميه. بص على الفعاقيع دي، ده معناه ان اللي هنلاقيه هيبقى كبير قوي. يلا نطلعه. انا حتى شايف حاجه طالعه من الميه، في حاجه بيضه او ايه دي؟ اوه استنى، يا نهار ابيض يا جماعه، ايه ده؟ دي حاجة بيضة وبنفسجي وشكلها لا يا جماعة، شكلها زي رأس رومي. يا نهار أبيض، مستحيل، احنا طلعنا الحاجة على المغناطيس. ده معناه ان رومي من صائدة شياطين الكيبوب ماتت. استنى، لا، ازاي ممكن تمسك في المغناطيس؟ الرؤوس مش معدن ولا مغناطيسية. دي راس حقيقية ولا ايه؟ لا طبعا مش كده، دي نوع من راس عروسة بلاستيك او حاجة زي كده. يمكن دي بضاعة جديدة من صائدي شياطين الكيبوب من هانتر ريكس. انا معايا بضاعة جديدة من برولينج بلاين. بولي بلاين؟ لا احنا لسه مهتمين. هانتر ريكس عايش ولا لا؟ يا نهار ابيض، ده جنان فعلا. بس على اي حال، بص احنا لقينا ادلة كتير ان كل اللي بيحصل ده حقيقي. يعني المكان ده مش آمن زي ما شكله بيقول، المكان ده مرعب وغريب. ده فعلا مكان تحطم طيارة هانتريكس. يلا نكمل نرمي المغناطيس ونشوف ممكن نطلع ايه تاني من البحيرة دي. بس دلوقتي عندي شكوك، هو فعلا حقيقي ولا مزيف شوية؟ مش متأكد. يبقى لازم نكمل صيد بالمغناطيس. وانا حاسس بحاجة، لازم نلاقي ادلة اكتر. فين هانتريكس؟ فين الطيار؟ ايه اللي حصل؟ ايه سبب تحطم الطيارة؟ وبصوا يا جماعة انا حاسس بحاجة، احنا على وشك نطلع حاجة تانية من المية. دي حاجة بنفسجية تانية يا جماعة. بصوا كده، استنى، ايه ده؟ دي حاجة زي ابريق شاي ولا ايه؟ ولو ابريق شاي ليه في سلك وكمان لونه بنفسجي، وبصوا مكتوب عليه كيبوب. ده مش ابريق شاي، ده جهاز تسجيل الرحلة. ايوه جهاز تسجيل الرحلة بتاع كيبوب ديمون هانترز. عشان كده في اسلاك، ده معناه في ارتباط تاني. ممكن نعرف مين اللي مسؤول عن حادثة تحطم طيارة كيبوب ديمون هانترز؟ بس الاول يلا نكمل الصيد بالمغناطيس ونجيب ادلة اكتر عشان نفهم الصورة كاملة في الاخر. بس يا جماعة لو لسه بتتفرجوا على الفيديو ده لا تنسوش تشتركوا دلوقتي حالا، وبعد ما تعملوا لايك هوريكم محتوى جهاز تسجيل الرحلة ده. فاحنا هنرجع لجهاز تسجيل الرحلة في اخر الفيديو تقريبا. بس دلوقتي يلا نكمل الصيد بالمغناطيس، نشوف كمان ايه ممكن نطلعه من المية دي. فين كان حادث الطيارة؟ وازاي الموضوع ليه علاقة فعلا بصيادي شياطين الكيبوب، ولا كانت مجرد طيارة للنزهة، او كان الهانتريكس على متنها؟ مش عارف، بس دلوقتي فعلا حاسس بحاجة على الحبل بايدي، قدامي فقاقيع بتطلع. يعني احنا خلاص
هنطلع الحاجة دي ونشوف ايه اللي تحت المية. ايوه احنا هنشوف ايه اللي تحت المية. اوه شفت ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، الموضوع ده مجنون يا جماعة. يا نهار ابيض، ده سلاح هانتر اكس. بص قد ايه كبير وقوي. بس انا مش فاكر هو ده سلاح رومي ولا بتاع مين. ايوه انا من اكبر معجبين هانتر اكس، بس لو انت عارف السلاح ده بتاع مين اكتب لي في التعليقات. بس انا متاكد ان ده سلاح رومي عشان ده اقوى واحد، صح؟ ايوه يا جماعه، بس لو لقينا الحاجه دي تحت الميه ده ممكن يعني ان هانتر اكس كانوا في الطياره، كانوا على متن الطياره، ودلوقتي هم تحت الميه زيهم زي الطياره كلها. او لا يمكن لسه عندنا فرصه ننقذهم، يمكن لسه عندنا فرصه نلاقي هانتر اكس عايشين. يلا ناخد المغناطيس العملاق ونكمل صيد بالمغناطيس. المكان ده لسه مليان الغاز مرتبطه بتحطم الطياره، بس انا والمغناطيس بتاعي هنا عشان نكتشف كل الحاجات اللي مستخبيه تحت الميه. ودلوقتي ايوه فعلا حاسس بحاجه مش تقيله قوي، حاجه مش كبيره بس اكيد مهمه جدا لتحقيقاتي. يلا نشوف اذا كانت الحاجه دي ليها علاقه بالهانتريكس او صيادي شياطين الكيبوب، لاني شايف فقاقيع غريبه. وبصوا يا جماعه، في حاجه مخيفه وحاجه غريبه طالعه من الميه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده جمجمه وده طاقية طيار. يا نهار ابيض، ده جنان. دي طاقين طيار وده راس طيار وقعت من الميه. يا نهار ابيض، هو ده حقيقي؟ يعني مش كله تمثيل، كله حقيقي. انا كنت طيار هانتريكس ودلوقتي ما بقتش. ايه اللي ناقصه؟ لا يعني هو ده حقيقي؟ هو ده بجد يا جماعة؟ لا يعني احنا اتأخرنا قوي، الهانتريكس ماتوا. ايه؟ احنا لقينا حاجات كتير، لسه لقينا حاجات كتير مرتبطة بطائرة الهانتريكس، ودلوقتي اكتشفنا ان الطيارة دي هو كمان مات، معرفناش ننقذه. لا انا اسف يا طيار الهانتريكس، انا اسف. بس لسه عندنا شوية أسرار. لو لقينا الطيار، فين كان الهانتريكس؟ ولو كان في حادثة طيارة، إيه سبب الحادثة دي؟ لسه عندنا تفصيلة مهمة جدا، ده هو مسجل بيانات الرحلة الرقمي، وهنسمع محتوى الحاجة دي قرب نهاية الفيديو بتاعنا، فخليك متابع. هنعرف الكابتن ده سجل إيه قبل ما الطيارة تتحطم. ايه كان سبب تحطم طيارة هانتريكس الحقيقي على المية المرعبة دي؟ دلوقتي هرمي مغناطيس GN بتاعي لأبعد مسافة أقدر عليها، فأنا محتاج طفل قوي جدا، وكمان دعمكم باللايكات يا جماعة. يلا بينا نعملها دلوقتي. أيوة دي كانت رمية حلوة مش كده؟ أنا أحسن واحد بيدور بالمغناطيس في العالم كله، فالأفضل تشترك لو لسه ما عملتش كده. يلا نشوف لو في دليل تاني للتحقيق بتاعي، لأني زي المحقق كده. أنا أكبر معجب بهانتريكس وهلاقي اكتشاف جديد كمان. ايوه الاكتشاف بتاع المغناطيس، واحنا على وشك نجيب الحاجة، بس لازم نكون حذرين جدا والا ممكن نفقد الاكتشاف. بس يا جماعة انا حاسس بيها بتطلع. يا نهار ابيض، ده مقبض، ده سيف من هانتريكس. يا نهار ابيض، ده واحد من اكتر الحاجات الفعالة، واحدة من اخطر الاسلحة من هانتريكس. كانوا بيستخدموا الحاجة دي عشان يحاربوا الشياطين. شياطين، يمكن الشياطين كانوا السبب في تحطم الطيارة، عشان كده لقينا سيف ولقينا سلاح رومي. استخدموا الأسلحة دي على الطيارة عشان يحاربوا الشياطين. كانوا بيقتلوا الشياطين، صح؟ يبقى كده الصورة وضحت. كان في رحلة طيران، رحلة عادية من طيارة هيب هوب ديمون هانتريكس، بس كان في شياطين على الطيارة مع هانتريكس، وحصلت معركة على متن طيارة هانتريكس.
بس ليه اتحطمت؟ يمكن الشياطين هاجموا الطيار وده كان سبب فقدان السيطرة على الطيارة ووقعوا في المية دي. يمكن بس برضه لقينا الطيار، ما لقيناش هانتر اكس وما لقيناش اي دليل عن الشياطين. فخلينا نكمل نرمي المغناطيس. لا 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 انا اسف على كده يا جماعة، بس اصطدت حاجة تانية. اكيد انا حاسس بحاجة تحت المية، ده ممكن يكون دليل تاني في تحقيقاتي. ودلوقتي جه الوقت نطلع اللي اصطدناه بالمغناطيس من المية بحذر على قد ما نقدر يا جماعة. والحاجة دي بتطلع حاجة حمراء وحاجة زرقاء. ايه الحاجة دي يا جماعة؟ ايه ده الشيطان؟ يا نهار ابيض، لسه خطر، لسه مرعب وخطر كده. يا نهار ابيض، بس يمكن ان جوه دماغه. يا ربي يلا بينا. ايه ده؟ حاسس كأن في سكينة عملاقة جوه راس الشيطان، يعني والراس دي حاسس انها متقطعة. الشيطان ده شكله مهزوم، ده فعلا شيطان مقتون صح؟ يعني هانتريكس كسب المعركة دي في الجو، هم كسبوا معركة الطيران دي، قتلوا كل الشياطين صح؟ بس كده ليه لسه حصلت حادثة؟ الطيارة الشياطين بوظوا المحرك اللي عملوه اللي سووه. بس يا جماعة لسه ما عنديش أي دليل عن البنات من هانتريكس. عندنا الطيار وعندنا الشيطان اللي اتقتل ان شاء الله، بس ما فيش اي دليل عن هانتريكس. بس معانا مسجل بيانات الرحلة، يمكن نقدر نطلع شوية حاجات من الجهاز ده، يمكن نعرف اذا كانت هانتريكس لسه عايشة ولا لا. يلا نكمل، يلا نرمي كمان، يبقى نتمشى تاني صح؟ ايوه يا جماعة، انا بحب الصيد بالمغناطيس، بحب احقق في اسرار المنطقة دي عشان هي مرعبة وغريبة. وانا سلاف الشخص الوحيد اللي يقدر يقدم لك محتوى كتير عن الصيد بالمغناطيس. لو انت كمان بتحب الموضوع ده اشترك في القناة دلوقتي حالا. والمرة دي عندنا حاجة تقيلة تانية. ايوه يا جماعة، الحاجة دي تقيلة شوية ومثيرة للاهتمام، وكمان طلع معانا فقاقيع كتير. يلا بينا نشوف طلعنا ايه المرة دي. يا نهار ابيض، ايه الحاجة دي؟ يا سلام، واو، انا عارف ده جزء تاني من طيارة هانتريكس اسمه معدات الهبوط. يا نهار ابيض، يعني الطيار كان بيستعد للهبوط صح؟ بس عارفين يا جماعة، الهبوط على المية هو اصعب حاجة لما بتكون سايق الطيارة، فده ممكن يكون سبب الحادث. يمكن الطيار ده ما كانش عنده خبرة كفاية. بس على اي حال ده اكيد جزء بنفسجي من طيارة هانتريكس البنفسجي، ده لغز تاني من دليلنا. دلوقتي خلينا نطلع حاجة كمان من المية بمغناطيسي GN، وبعدين هنبدل على مسجل الرحلة الرقمي. يلا بينا. الصند من المغناطيس ده غريب جدا ومريب يا جماعة. طلعنا تقريبا الطيارة كلها من المية، لقينا حاجات كتير ليها علاقة بهانتريكس، بس مفيش قماش ولا شعر حقيقي، بس حاجات مانيكان بس. يعني لسه مش متأكدين ان هانتريكس ماتوا، ممكن يكونوا لسه عايشين. ايوه، دي حاجة تانية لازم ناخد بالنا منها اكيد. انا حاسس بحاجة على المغناطيس بتاعي، فخلينا ناخد بالنا كويس واحنا بنطلعها. واخيرا مش اقل اهمية، نشوف ايه اللي طلع من المية. ولو انا شايف حاجة لونها فضي كده. ايه ده؟ دي شنطة ولا ايه؟ يا نهار ابيض، لا، في حبال طالعة من المية. يا ساتر، في حاجة لونها اخضر فاقع، وايه، واو، وفي حاجة بنفسجي كمان. بس الحاجة البنفسجي دي شكلها جزء تاني من حطام الطيارة. بس ايه ده؟ استنى، في حاجة حمرا هنا. يا نهار ابيض، دي شنطة بار فيها شرايط كده والهدوم بتطير في الهوا، وهنا مكتوب جينو. استنى، ايه جينو ده؟ شيطان. بس على حد علمي جينو كان بيحب رومي، هو مرتبط بيها. بس دي مش شنطة زهر، دي الباراشوت بتاع جينو. يعني جينو كان في الطيارة بس نط منها بالباراشوت بتاعه. بس ايه اللي حصل بعد كده؟ دلوقتي ده دليل غريب جدا جدا.
كان في طيار وكان في شياطين، ويمكن كانوا هانتريكس وجينو في الطيارة، بس لازم نركب الصورة، واحنا محتاجين علشان كده مسجل طيران رقمي. يلا نوصله يا جماعة. أنا وصلت مسجل الطيران بتاع صائدي شياطين الكي بوب ده على موبايلي، وجبنا الصندوق الأسود المسجل لطائرة الكي بوب. يبقى دلوقتي وقت نشرجل ونكتشف إيه اللي حصل في الحقيقة. كل حاجة تمام وكل حاجة شكلها كويسة. أيوة إحنا بنطير. ده غالبا الكابتن اللي بيتكلم، واللي سمعناه قبل كده، صح؟ يبدو إننا بنقع. يا ربي. الموتور، العجل، هي. هو بيقول حاجة عن عطل في الموتور. يا ربي هو بيصرخ. يا جماعة كان في عطل في الموتور، وأظن إن الشيطان هو اللي سببه. يلا نكمل نسمع. الشياطين هما في كل مكان. أيوة هو بيقول حاجة عن الشياطين، بس لسه مش عارفين إذا كان هونتريكس كان على الطيارة ولا لا. بص، دي بنت بتصرخ. ممكن تكون لومي أو ميرا أو زوي. يا خبر، شايف؟ انت سامع صوت خناقة صح؟ ايوه هما بيتخانقوا. هانتر ايكس بيحارب الشياطين. يا خبر، لا الكابتن بيقول ان في عطل كامن، لازم يهبطوا على المية. مين اللي بيتكلم؟ يا هانتريكس. هو ده جينو؟ ده صوت راجل صح؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ معايا باراشوت، اتمسك فيا واخرج. يا نهار ابيض، جينو خد كل البنات من هانتريكس وانقذهم لما نط من الطيارة اللي كانت بتقع. يا نهار ابيض، بس ايه اللي حصل بعد كده؟ يا جنرال وانا مش عايز. لا ده كان الطيار اللي كان مع الشياطين في الطيارة. بس نقدر نفترض ان البنات من هانتريكس اتنقدوا. جينو انقذهم. يا نهار ابيض، ده جنان. انا بحب كده. ايوه الطياره اتدمرت، بس بفضل جينو هو انقذ مش بس رومي لكن كمان فرقه هانتريكس كلها. كده تحقيق خلص، جبنا كل الحاجات اللي محتاجينها من جهاز تسجيل الرحله الرقمي ده، واتمنى تكونوا استمتعتوا بصيد المغناطيس الغريب ده. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا يا جماعه، وطبعا اكتبوا تعليقات كتير زي ما تحبوا، وطبعا اعملوا لايك للفيديو ده. اسمي سلاف، شكرا لمشاهدتكم، مع السلامة.